السلام عليكم أحبتي المشاهدين في كتاب مسموع وحلقة جديدة من سلسلة صناعة القوى الناعمة مع ضيفنا الكريم الأستاذ في الحوزة العلمية الشيخ فرحان الساعدي. حياكم الله شيخنا. حياكم الله، مرحبا بك. جزء من صناعة القوى الناعمة وتدجين الشعوب. وأشعر بأن هذه الشعوب كلها مدجنة، بس كل واحد بطريقة. يعني العراقي يدجن بشكل، المصري بشكل، السوري بشكل، دول الخليج بشكل. نبدي من العراقي. شنو اللحظة الفارقة أنه هذا الشعب تحول من شعب معروف بفورانه ورفضه للظلم إلى شعب مدجن، حرفيا مدجن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الرعب واستخراجك من واحد الشيوعي يقول لي دخلوا على السجن البعثيين، واحد من رفاقنا بقى يصيح على البعثيين يقول لهم اعدموني بس لا تقول عميل لإسرائيل. فبقوا أي واحد هم العملاء لإسرائيل، بس أي واحد يريدوا يتخلصوا منه طلعوا له سالفة خطيرة. عدموا ناس على أنهم مجرد يهود، على أنهم عملاء لإسرائيل. حاربوا ناس بالجيش على أنهم عملاء، إلى أن تمكنوا ما حد يعارضهم. أصبحوا ينالون من الأعراض وينتهكونها، فأصبح الإنسان مصاب بالرعب داخله، يصور له أن عليك أن تستسلم وإلا تفرط بعرضك. يا أبوي روح للجيش، لا استر على خواتك. أنت ما سمع بهاي اللفظة؟ هاي لا ما سمع. تسمعها من اللي أعمارهم 50 60، خواتش عليهم يؤخذن يعتقلن. فهذا الرعب بدأ بال 63. هذا الناس ما هذا نسيتها الناس. المجيء الأول للبعث 63 اللي كان وضعوا عبد السلام كواجهة لانقلابهم. عبد السلام أزاحهم. هو عبد السلام نفايات لكن أحسن منهم نسبيا، وكان يقول تكرم إذا حكمك البعث ابنك يطلع ما تدري به. هذا الحجم 63 ضعاف المنتمين إلى، بحسب حسن علوي، المنتمين إلى البعث في حينها 350 واحد. عبد السلام يقول تكرم إذا ابنك، إذا البعث حكمك ابنك يطلع ما تدري به يرجع أو لا. المن قال هذا الحكي؟ خطاباته وخطاباته حتى يفحش بها ويقول كلمات نابية، هو يقول أي شيء، هو نصف مجنون. أي بس طلعت منه كلمة يعني. وقتها انتهكت كل القيم تحت طائلة الثورية والقضاء على الرجعية. وهي هذا مدروس شان له طبعا. كانت ألمانيا الشرقية تدير حتى آلات التعذيب اللي عندنا له اليوم. اللي عندنا شلون؟ تصدر لهم نزع الأظافر والكرسي بالمسامير، مسامير يعني، وأنواع، والضاغط، وحتى لاعبي كرة القدم هذول الموجودين تقدر تستضيفهم ما يتكلمون. إبراهيم سالم الحارس المرمى السابق تكلم نسبيا، البقية بحذر يتكلمون. هذه شلون؟ خاصة مرحلة، شوف طوية كل مراحل الإذلال المنظم. هسه أنت سمعت عن الضرب بالمنشآت؟ سامع به؟ لا. منشآت كانت عملية طبيعية مثل ما بها مدير وفنيين وحرس، بها جلادين. ما حد يتكلم بها من الشعب العراقي مخافة أن يهان أو أن يقول أنت ضربت. ماكو منشأة حتى معمل سجاير اللي بجانب الأورفلي كان بجلادين شرقاط وتكريت وفلوجة، ويعني من هذه المدن. هذول مهمتهم أن يضربون العاملين. بس ضرب يعني، وأحيانا حتى يتسببون في قتلهم. في منشآت حطين ربطوا واحد إلى جنب البخار واحترقت إيده وتحولت إلى أصيب بالجنجرينا ومات. من أسمع خطابات صدام ولغته ما أشوف عنده هاي الأهلية والعقلية والتبحر بالتاريخ حتى يكتشف فيه أمور يشعر أنه هذه راح تدجن الشعب العراقي وتخليه ملك يمينه. لا، هو لوحده الشخص ما يدري أي شيء. حتى اختيار المحافظات الجديدة، هو وين يعرف أن هناك حضارة في العمارة اسمها ميسان؟ وين يعرف هذه القضية؟ وهذه هو محاط بكارتل من بعض المثقفين للثقافة صحيحة، وصلوا للسلطة، أسسوا له دولة وأعدمهم. قاعة الخلد. طبعا حتى قبل قاعة الخلد أعدمت شخصيات بعثية. أكو غرائب بالتاريخ العراقي الحديث، لكن السنة يستنكفون يعترفون بها. مثلا طارق حمد العبد الله، ما حد راح لعائلته وقال لهم شنو سبب إعدام طارق حمد العبد الله؟ لأنه كاريزما وحلو نسبيا وجميل وضابط حقيقي، مو بس هيك. طبعا ما عنده أي شيء. ليش شنو ما يردون يعترفون بها؟ شنو إعدام عبد الله فاضل؟ لا هاي توقف لي عندها، تقول السنة كأنه يوافقون الشيعة على أنه كانت المرحلة سيئة، فلا حد يتكلم عن إعدام رجع بس تكريتي.
أهله ما تكلموا، ألقي إلى الكلاب. ولا عبد الخالق السامرائي، ولا عبد الخالق السامرائي. الآن عائلة راجع عباس التكريتي تسرب أنه لا، ما رمى للكلاب. هي القضية هي عائلته، ما أدري، بس أكو بالويكيبيديا أنه لا مو رمى، قتل قتل عادي. الرجل كان من أحسن أطباء، وأنا مو من عادتي. ولا سمعت واحد من أهل إبراهيم العاني طلعوا أبدا، مجازر قيمت بحقهم، ساكتين ولا لهم شغلة. شخصيات عزة مصطفى طبيب كان كبير بالبعث، كانوا جايين بالمناسبة، على الرغم من أن احنا نعرف أن الحزب عميل هو تبشيري، لكن بعضهم كان فعلا عنده إحساس قومي ويشعر أنه لابد أن تكون هناك قوة في مواجهة إسرائيل. هو طبعا هذا غباء مطلق، كلهم صفاهم، لكن يطبهم مرض. تعرف ليش؟ ليش؟ صلاح عمر العلي يقول السامرائي عبد الخالق قبل إعدامه، قبل اعتقاله اللي أدى إلى إعدامه، كان يقول لي رفيق فلان شو اسمه هو، رفيق صلاح. الآن كنا يجب أن ندعم صدام حسين، لأن تشوف توهج شكله، هو كان أول ضحية، حتى كنا نكون بخدمته، هو صار أول ضحية. فبعد ليش تبكي له؟ صحيح كان الرجل متواضع ويرجع بالمصلحة وكذا، بس ما يهمني، أنت اللي وصلته، وأنت صلاح عمر العلي أنت اللي وصلته. صلاح عمر العلي يتحدث أنه أكثر الناس كان قاسي عليهم هم أهل تكريت، لأن يشعر أمامهم بدونية، باعتبار هو من العوجة، من قرية، ودولة تكارته متمدنين. تكارته بهم عوائل تكيت مشيخة مال البناصر. هو طبعا بالمناسبة مو من البناصر، صدام. اي طبعا. بعد منين؟ البياجات بيت منضم للبناصر، مو من البناصر. البناصر يستنكفون منه، ملتصقين مثل ملتصق، نعم. ويستنكفون منه، والبناصر يدعون نسب ايضا، عندهم ادعاء، ما ادري حقيقه او لا، بس هم مؤكدين. بزمن قوته كانوا يقولون عليها، كانوا يقولون لنا ينبذونا، انتم خضعتوا له، احنا ما خاضعين له. اي، وخاصه الزعامات القبليه اللي عندهم، بالاضافه الى العداء السامرائي التكريتي ايضا فضح كثير من الاشياء فعلا. ففتك ببعض المحيطين به ما مبرر. يعني اكو شخصيات قتلت لاسباب اقرب بلعب الشطرنج، اللي هو عبد الله فاضل وزير الاوقاف في حينها. اجى واحد، طبعا هذه انطوت الصفحه ما حد يحكي بها، بس انا مطلع على القضيه. لا اريد ان ينفتحن، لانه هسه الكذب مال البعثيين فشي. اجى واحد لجماعه الاهوار يريد يخترق الاهوار، راح الخاله اثاري دازته المخابرات، قال لهم اقدر اقتل وزير، بس انا ترى وراها انقتل، يعني اريد عشرة تلفوني. راح قتل الوزير. الوزير اعد ان يقتل، وحتى حسن العلوي اشار لها بلقاء مع تلفزيون الكويت، يريد ينكرها الان او ينساها ما ادري، انا سامع يقول دوله ضحت بوزيرها لاختراق امني، فقتل. خوش طعم وزير. اي، اجى الولد دخل الى الهور، فبدت تتسرب اشياء من المكان اللي بيخاله، اللي بالهور. اي، استدعوا شخص مهم الى مكان في شارع النهر بالمخابرات، بشخص اللي ببغداد، شارع النهر. هذا المكان بخليه لجماعه الاهوار. اجى الشخص اللي مرسوم للفخ، قبل لا يوصل سمع قال شالهم كلهم. تعرف جماعتنا اصاب الرعب، ما دخل الدكان. فات ادرك ان جماعته اخذوا، فتشوا لقوا ان الولد الذي زج الى خاله كان عميلا، اللي قتل الوزير، اللي قتل الوزير. وهذه شهيرة في حينها، كانت شهيرة، حتى أنه حسن علوي نال من المعارضة التي ادعت قتل عبد الله فاضل، قال لهم كتلوا صحبانة يريدون يدخلوا لكم واحد، قالها علني بعدها حي. يجوز ينكرها، ما أدري. لا ما ينكرها، لا هو متيم بحب صدام حسين. لا ما متيم بحب لا، متيم اللي يطلع بالعلاقة. إذا واحد أظهر صدام حسين كوحش، وخاصة في العراق دولة المنظمة السرية، وطريقة قتله وتلذذه وانهياره، فهو. لكن شايف لقاءاته الأخيرة هاي؟ ما أدري، أصيب بشيء من الخرف، لكن دولة المنظمة السرية أقسم لو كان عندي إمكانية أن أدرسها دولة المنظمة السرية وتمثل بالدولة القومية بالجامعات. بجامعات أدرسها. لذلك وبعد ما يمتلك أن يتراجع. ليش؟ لأن الباحثي هي كائن قادر لا يستطيع أن يستمر نظيفا. أنا ما لي، هو اعترف بدولة المنظمة السرية أنه يجيبون حتى مرضى من التويثي يبصقون بأفواه السجناء، هو قال هذا الكلام.
فمتى كان كاذبا فيها ام بعدها؟ عرف التويثري يقول لا، يقول لا انا عرف التويثري يعني التويثري عندنا هواي مستشفى. مشاهدين من خارج كان العراق. للمرضى السل، فكانوا يجيبوهم يبصقون، يقول السائق بطلع راسه من زجاجة السيارة حتى لا يدخل، كلهم ضرب السل. فقال لهم انتم بمهمة وطنية، يقول اجوا تفلوا بأفواه سجناء. يقول طريقة إعدام قطع لسان محمد عايش، قال لمحمد عايش يا ولد جبتك من الفلوجة عامل درج، هم اللي يتحدثون الآن عن الخبرات، قال أنت جيت من تكريت حافي. محمد عايش قال له اي قال شجاعة. فيقول هو قال حسن علوي، يقول هذا الرجل التافه الذي كان يسكب قرينة الويسكي بين أفخاذ الكذا ويشرب من الأسفل، في لحظة شجاعة استلمت امرأته جثته مقطوعة اللسان. قص لسانه. هذا في دولة المنظمة السرية، يبدل بعدين مو بصالحة، خلاص أخذنا عليه وثيقة. هذني هو يعني ايش قد بالمية من الشعب العراقي اللي تعرضوا لهذه القسوة؟ كان مع كل عملية اعتقال يؤكدون على إخراج جماعة تتكلم عن الرعب، فيعتقل ناس أبرياء يدرون بهم أبرياء حتى يطلق سراحهم، بس يشوفون كل هاي المظاهر وتوصل إلى الناس، فأصيبت الناس برعب إلى الآن موجود في النفوس. شنو أثره؟ أثره تدجين، الخوف، الاسترضاء، الرضا بكل، أنه حتى إلى الآن يخافون من صدام. يقال أن الناس في زمن تيمور لينغ لعنة الله عليه كانت تمر على قبره أعداء، تمر على قبره تنزل من الفرس وتمشي بعد مئات السنين خوفا منه. ليش يعتبروا لعد؟ أقرأ بعض التعليقات، أكو إحنا عندنا فيديو من تتحدث جنابك أنه حتى نطق ما كان عنده هو، يقولون أنتم لعد وين كنتوا بوقته ليش ما تحجون؟ هيك عقليات شلون أجاوبهم يعتبروه بطل لا يزال؟ الإخافة مو بطولة، هو هذا القصد، هو واحد من يخوف واحد وهو عنده سلطة هاي بطولة؟ إخافة محيطي يعلم أني لم أخضع أقاربي، لا مو جنابك، بإمكانهم أن يعيروني هم. هو بالمناسبة هو ما يحكي عن شخصك، أي أدري، هو يحكي عن البيئة مالتك. هاي هم قالها خروتشوف ورد له واحد، فكنت أين من حكى على ستالين، هو خرواتشوف بس الأكسنت الروسي خروتشوف الناس ما راح يعرفوا. إيه خروتشوف رئيس الاتحاد السوفيتي بعد ستالين، لما شنها حملة على ستالين كتب له واحد أين كنت أيها الرفيق في زمن ستالين حتى ستحكي، فكتب له كنت معك. كنتوا معك أنت هم ساكن سوى شنو؟ ايه؟ فأنت شنو وياهم يعني؟ ما حد عنده استعداد يفرط بعرضه ولا بشرفه ولا حتى يموت من أجل مجرد شتمه. هاي مثبتة مال تعرض للأعراض؟ صدام اعترف بها صلاح عمر العلي، زين، اعترف بها حامد الجبوري، وهما وزيران معهم كان. بالإضافة إلى أن أحد الأخوة من اللي ذكرت لك اسمهم قبل الحادث يقول كانت إحداهن تقول لي يما أنا عجز صرت عجوز أعترف لك، من كانوا يحبلوني بالأمن ومن يكبر الولد يصعدوني على الدرج ينزلوني بسرعة حتى يطيح الطفل. كانت مصدر بالأمن تشتغل هي شو اسمه سجينة. بس اكو سجينة الآن تطلع تقول لا طبعا صعب. فبمناسبة الحقد والبغضاء ما تحتاج أدلة، أنت مريت بهذا الظرف لا تحتاج إلى أدلة. الرجل الحقيقي يرفض حتى هاي الصورة المتداولة لنائب العريف اللي يعلم المواطن العراقي الرمي فينام إلى جانبها. هذه هم هاي ما موجودة. عمليات الجيش العمل الشعبي اللي أخذوها لمعسكرات تروح الفتاة لا تتسلم الشهادة من الكلية إلا أن تذهب إلى معسكر القدس لنا وبن يصير والقادسية والشحيمية وتشيل طاسة الجص وتشيل الطابوق كأي عامل بناء وطوت صفحتها. ما يريدون يعترفون. ليش ما يريدون يعترفون؟ أنا فد يوم قلتها مع أحد السياسيين السنة، قلت له شنو المشكلة هيك تبذلون مجهود جبار بتغطية جرائم البعث ومحاولة تزويقها وعلى مود صدام محسوب علينا، ما هذا تاريخيا لعنة راح يمثل لكم. طبعا هم بعضها يعني أنا ضد فكرة أنه صدام وزع ظلمه بالتساوي، لا احنا فتك بنا فتكا لا يتصوره العقل، وأيضا قتل منهم وطلع واحد يقول أنا فلان ابن فلان الضابط اللي أجرى محاولة انقلاب وأنا هذا موجود عدل، لا الرجل أعدم هذا واحد آخر. فاللي فعله بتكريت فظيع، اللي فعله لكن هم يريدون أولاد سطم الجبوري؟ أي طبعا جبور كانوا صغار بوقتها، نفسها جبور تحولت إلى قبيلة محاصرة من النظام ومبغوضة.
طبعا ما يحجون. ما يحجون. فكك لي هذا. لا اذا واحد يحميهم يحجون. يحميهم من بيئتهم من بيئتهم. ليش حتى في بيئتهم يكونون مهاجرين؟ طبعا هو يقول له انت خضعت لهذا الشيعي ورحت قلت له. اي الان ينبغي حتى على الدوائر الامنيه تصير بها مؤسسات تطلعهم ما دام بهم بقايا، تطلعهم يحجون، وخاصه العوائل الكبرى. يعني اكو عوائل سنيه كبرى اهينت وحطمت. علي صالح السعدي بالانبار، عفوا مو علي صالح السعدي، بس هذه رشيد مصلح. ايه رشيد مصلح هو اللي اوصل صدام، يعني صنع من التراب وقتل. طاهر يحيى التكريتي بالأحد الشيوخ اللي بالأنبار بالتسعينات بنته كانت تدرس في بغداد، طالبة جامعية، وهو شيخ والله مفضل عليه. تعرف الشيوخ العشائر بالعراق يكونون دائما حالتهم المادية فوق الممتازة. فعندها سايقها وسيارتها ويجيبها ويوديها من البيت للجامعة، فشافها عدي وصار اللي صار، والشيخ مات كمدا. بس ما حد انا اسم شيخها عرفه. شو يقول يعني هذا يطلع لان اخوها يقول اختك اغتصبت؟ ما انا شفت بعيني حاله، هم شفت حاله كانت اكو نوع من السيارات ما موجوده بس عدي يسموها شبح، وقفت بشارع بيروت، احنا رايحين للثوره صح بيروت مدينه الصدر، اي نعم شارع فلسطين، اي وقطع الشارع بهذا الكيفيه. البنت جميله كانت ويانا بنفس العماره اللي انا تراجع على بلاعيم بوقتها. زين. وكانت هي جميله جالسه وامها وياها امراه كبيره. من نزلنا فطلع واحد قال لك هاي شنو؟ هاي شنو هالجمال؟ وقف السياره بالعرض في الشارع المتجه الى القناه. وصلنا الى القناه الشارع مقطوع، التفتت اصيح او ابن عمي واخوي ماخذيني للطبيب، استر علينا استر علينا. اخذوها. هاي هو هيك يفكر. طبعا ابن زنا لا يستطيع الا ان يعبث باعراض الناس. لا يعني ما اشعر عنده عقده اهليه ذاك اليوم الشقي واحد قلت له صدام يكون عنده فضيله واحده، ما اختلق لنفسه اب. ما قال عندي ابوي مسلفت لي امه، انت شو قد تحكي يوميه تطلع وخابصنا وشايل الرياضه في اسبوع ما مخلينا نشوفها. ما فد يوم قال انه امه حكت له عن ابوه او خاله حكى له عن ابوه. هو ما اختلق لنفسه ابا لان ما يريد يجلب لنفسه السخريه، مو فضيله، هو خالي من الفضيله تماما. لكن يقول لك الناس تعرف التكارته يعرفون هاي الوضعيه، وامه كانت امراه سوء. بس يحاولون يغطوها هوايه. وين هسه؟ على ابو استر وقتها؟ اي البعض يتكلم عن انه يشبه على حسن المجيد، شلون يكون ابن زنا؟ اي بيناتهم زنا محارم. مو يعتبروه طاعن بالاعراض هذه؟ التكارته يقولون ويعايرونا مرات يقولون شنو هذا مخوفكم؟ بوقتها هسه ساكتين. يقول عم مخوفنا احنا حاكين. شنو هذا؟ يقول اصلا بعض العوائل حتى بيت ماهر عبد الرشيد اللي بعدين وظف ان يكون ضابط عنده. ما اشعر انه عنده هيك عقليه حتى يدرس نفسيه لا الشر ما يرد عقليه. لا مو شر ما يرد، هو حتى يتخذ هاي الخطوات. لو واحد عبقري دارس الانثروبولوجيا العراقيه كلها بحيث فاهم نفسيه البصراوي شنو، نفسيه المصلاوي شنو، نفسيه ابن دياله وابن الانبار شلون يدجن الكل، ما عنده هاي العقليه. ايه كانت معه لو اكو جهه خارجيه اشارت له بالشكل العلني، كانت معه الاتحاد السوفيتي والاثار الستالينيه، مع انه روسيا تعلم انه عميل امريكي، لكن لعبه الشرق والغرب هي انقذته. لان عمليه الانقلاب التي اقيمت عليه في مرحله، طبعا عميل امريكي راح يقولون الدليل الوحيد، هم الامريكان يقولون لا الدليل الوحيد اللي على الاقل عندي كتاب ايكونوميك هيتمان لجون بيركنز، اقروه راح تشوفون يعني شلون السي اي اي نظموه بال موجود على اليوتيوب. هو هم يحكي اي هو جون بيركنز هم ايكونوميك هيتمان يعني القاتل الاقتصادي، فتقدر ترجع له وراح تعرف. وهذا كان عميل بالسي اي اي. ومع ذلك روسيا ظلت تتعامل وياه بصفتها مقرب منها حتى لا تفقد الظاهر الاشتراكي للبلاد. وعمليه الانقلاب التي قادها ناظم جزار انقذ فيها صدام والبكر، هو صدام اللي قادها، انقذ فيها البكر بواسطة أنه راح إلى فارنا في بلغاريا، فمولوتوف أو تودوروف شو اسمه هو هذا الرئيس البلغاري في حينها أخذ للبكر فسحة، فشعر ناظم جزار بأن هناك شيء، لأن هذا ما يجي بالموعد. اللي مخليه يغتال البكر هو صدام. بعد اغتيال البكر يقولون عملية انقلابية أدت إلى مقتل الرفيق القائد المناضل الفلاني بواسطة المجرم ناظم جزار ويقتلوه. انسحب فارتبكوا فهرب. فهو
استفاد من هذه الفئتين بس مو بشكله الشخصي. النخب اللي كانت وياه حتى بعضها، حتى الحزب الشيوعي كان وياه. الحزب الشيوعي كان يكتب لجماعته أن لا تروحوا تمارسون أعمال رجعية كاللطم والبكاء، لأن الحزب القائد اللي احنا وياه بالجبهة الوطنية يرفض هذه الممارسات الرجعية. نفس هذا الحزب الشيوعي. اي نعم. اللي ما بقى لهم واحد. اي زين. هذا على مستوى العراق، ما اريد اخوض بها اكثر لان يعني عندنا هواي بعد لازم نحاول نغطيهن. مصر شلون دجنوهم؟ بشكل مماثل. انتهاك الاعراض اللي كان علي وزير، احنا ما عندنا وزير لانتهاك الاعراض، صفوة الشريف كان وزير دولة لانتهاك وزير الاعراض. اي نعم. وامرأة موجودة الان على اليوتيوب لها، هي كانت نفسها ايضا ما هي مو مثل اللسانة تقول لك ما اثير هاي القضية. هم يحجون عنها. المرأة اعتماد خورشيد اخذها، هي من عائلة خورشيد اللي يشتغلون بالفنون. اخذها صلاح نصر من زوجها من غير عدة. هي اللي تقول قال لي انا، قلت له انا ما اعرفكش. قال لي يا بت انا اللي باكلك وانا بتاع المخابرات. تقول قلت له يعني بتاع سنترال مال الاتصالات، كانت قبل تصير بالمدن مكان يتصلون منه. قالها لا انا صلاح ناصر. قلت له ما اعرفك. فهي تكلمت عن كل هذه الاسرار. كانت حامل، لأن مرحلة كانت حامل بابنها من زوجها واخذها من بيت خورشيد، فاخذها ومات بعدين. الولد اسمه ايهاب، مات الله يرحمه. مات. شلون مات؟ بينما العقل العربي الى الان يشيد بجمال عبد الناصر على انه ثوري. رجل عبد الناصر كان باعترافه موجود على اليوتيوب ياخذ المعونه الامريكيه. هاي حكينا بها. شنو دور صلاح ناصر بتدجين الشعب المصري؟ ما ظلت امرأة مصرية من مو بس النخبة التمثيلية، حتى النساء العاديات من الكاتبات وكذا ما تم الاعتداء عليها وتصويرها مع سفير عربي أو غير عربي لكي يضغط به على دولته لأمور ما. عبد الناصر. أنا من كنت صغير حاولت أبحث إيش بحث بسيط على قدي بذاك الوقت، شنو اللي صار بال67. من شفت وزير الدفاع ومرته غسلت ايدي، برلنتي والمشير عبد الحكيم عامر. نعم. هيك شخصيات شلون يوصلوهم للسلطه ويلزمون يعني مراكز قياديه لها ثقل عجيب غريب. يعني شيخنا صدام يقول جينا بحافله لقينا شرطي صعدناه حتى لا يروح ياثر علينا وسوينا انقلاب. معمر القذافي يقول بيكابات الاثنين البيكابات اللي جينا فيها ننزلوا الملكيه اثنين بيكابات. وش اسمه فوج جمال عبد الناصر، فوجين، فوج جمال عبد الناصر وفوج عبد الحكيم عامر. ونجيب محمد نجيب كان مو وياهم، اللواء الوحيد. قالوا له خليك خائن، خان عهده للملك السيء بالمناسبه، لكن له عهد عليه، هم كسنه يرون انه واجب طاعه السلطان. فهل من الممكن لهؤلاء ان يقيموا انقلابا لولا ان هناك جهات مكنتهم؟ نتوقف عند نجي بعد الفاصل اذا تسمح. احبتي المشاهدين فاصل قصير ونواصل. حياكم الله من جديد احبتي المشاهدين. نرحب مجددا بالاستاذ بالحوزه العلميه سماحه الشيخ فرحان السعدي. حياكم الله شيخنا. مرحبا. حكينا عن مصر، اشعر بانه واسقطوا النظام الملكي بفوجين. ما ادري، اشعر انه الملكيه المصريه هواي احسن من الملكيه العراقيه، رغم انه انا يمكن اعتبر نفسي الوحيد بالعراق اللي اكره الملكيه واكره عبد الكريم. هو الفكره بالنسبه للملكيه العراقيه كانت تدار بواسطه رؤساء وزراء هم من اقدر الناس، من طه الهاشمي وياسين الهاشمي والباشا وشوكت يمكن اقلهم شرا كان الباشا. والله هو الذي مهد للانقلابات خشيه ان يصل الشيعه الى السلطه. الباشا طائفي، ابغض طائفي، فكان يمهد ما يعرف عنه هذا. محمد فاضل الداغستاني ليسوي انقلاب، فجت المخابرات البريطانيه متمثله بالمخابرات الاردنيه وتاكدت من هذا، ويا الشريف علي الله يرحمه. قلت له هذا حدث؟ قال لي نعم. جو قالوا له راح يصير انقلاب، قال لا هذا احنا نعد له. عباله انقلاب محمد فاضل الداغستاني. واذا به كريم قالوا له اللي يعد، قال لا كالرومي سبع ما يسويها، اللي هذا اللي يعرف يحكم واحنا ما نعرف نحكم. رجل شارع هو. لكن وضعت في العائله المالكيه. العائله المالكيه ايضا ما كان عندها التزام ديني طبعا قبل ان تصل الى العراق، حتى من صور نسائهم في مكه ما نسائهم لا محجبات. هسه تقول لي شو عليك بهم؟ هو مهم يعني هذا الموضوع؟ اي مهم، لانه اشراف مكه وابناء علي بن ابي طالب. انت طارح نفسك هيك، انت طارح نفسك هيك. فمصر
لو كانت الملكيه موجوده بالعراق بعدها كان شو اختلفنا عن وضعنا ويا الاردن مثلا؟ لا ما يعني نفس الحاله هم مسلمين هيك ويقعد الملك ماله الايرانيه، ما تكون هناك مقابر جماعيه، ما تتسلط يجوز احنا بدنا نصدر هسه 10 مليون برميل نفط ربما. ايه بس الوضع الاقتصادي احسن. الذي انهك العراق هو الطاغوتيه المطلقه. مثلا فيصل كان مسكين ما عنده سلطه. الاول والثاني ايه. فيصل الاول ساهم بالازمه لانه اراد انشاء دوله سنيه حتى توافق على، لان النخب السنيه في نظره هي اللي توافق على بقاء ملك، لانهم هم بقايا الدوله العثمانيه. ايه. ما فهم القضيه ثم ذهب ضحيه هذا سوء الفهم. الملكيه المصريه لا، ارتكبت ما هو طبعا حالتين: خروج بعض نسائهم من الاسلام وهرب مع خادم، صار بالعائله المالكه العراقيه وصار بالعائله المالكه المصريه، اثنينهم صار بهم. فهذا التهتك هم ما فهموه، هذه الشعوب ما التزمت. هذا شيء اثر على الدوله، هي تسقط قيمتهم كحماة للشرف وللدوله من نظر الناس. هذا لحد الان يهدد سمعه العائله المالكه البريطانيه اللي هي بريطانيا، مساله ديانا ومساله الاميره آن ومساله هاري اللي هرب. هم بروتستانت وهم مسيحيين اوروبيين، فما بالك بدوله لا وبروتستانت مو كاثوليك. وبروتستانت. فما بالك بدوله هاي القضايا مهمه عندها. عبد الكريم قاسم كان قضيته ترتبط ب كونه ما حسب حساب انه سيتلقفها العسكر الى ما لا نهايه. ما وضع حل لهذا. ما احس حيل واحد على نياته ومو شغلته كلش. هو على نياته حيل مو شغلته. ايه. يعني لا هو اقصى شيء ممكن ياخذه محافظ. ايه. مع الاحترام للمحافظين. لا قائد جيش. هو قائد جيش راعي لعمليه سياسيه رائعه. البعض يقول لا، ليش هو اول من انشا الصور بملايين الدولارات، تنشا الصور حتى على ابريق الشاي. فمنين نجيب هاي خزينه يكتبون بها صور عبد الكريم قاسم؟ اللي يعترض يقول هذا الكلام. ليش الشيعة يحبوه؟ منصف عليهم، كان قبلها طه الهاشمي منها حتى الزنجيل. نور السعيد كان في هذا الصدد، كان يروح هو للمرجعيه. ما معروف هواي عن نور السعيد انه كان طائفي. اي من الاسفل. كانوا يمهدون حتى للقضاء على المواكب الحسينيه، مع انه ماكو وزير شيعي. اذا يصير هو نفسه حسن علوي يذكرها في تمثل الدوله القوميه، يقول يصير الوزير شيعي مثل الشبيبي ويخلون وياه مستشار سني هو اللي يقرر. حسن عبد المحسن السعدون ايش كان لعد؟ عبد المحسن السعدون سني متطرف. هو من من الناصريه، لانهم مهاجرين، جابتهم الدوله العثمانيه من الجزيره ووضعتهم على المنتفج. الشيعة هم من المنتفج. هسه تشيعت الناس من عندهم. ومره نزلت عليهم فواحد زعل علي من ال السعدون لان هسه تشيعوا، بس مجيئهم الاول على انهم سنه. زين. دول الخليج شلون دجنوهم؟ هنا الطريقه تختلف، يعني اللي نعرفه رفاهيه واثراء. هي هاي دجنت لو لا؟ طبعا دول الخليج قتل اخوه مبارك بن آل الصباح، قتل اخوه محمد واخوه جراح، اخوته الاثنين. احكي الشعوب شلون دجنت. فالشعوب ما شافت هذا الوضع، هذا قتل اخوه. بالمناسبه النظام السياسي والفكري الكويتي ما ينكر هذا. هذول الاخوان هاجروا للعراق واشتروا نخيل وعاشوا، وبعضهم النساء اكو فيديوهات اللي هن يتكلم اللهجه العراقيه من احفاد محمد الجراح. ايه. وبعدين رجعوا وصار الكلام قديم، لان هذا تجاوز ال100 سنه عمر الكلام. فلما شافوا هذه القسوه سكتت الشعوب، لان الكويت نشأت على انها مكان يرعى صائدي اللؤلؤ. الانجليزي يسموه بيلو ستيت. أي. يعني جنوب العراق الشيعي وامتداد السعوديه السني، فيراد لك فتح حاجز بيناتهم. هذه النفيسي ذكرها، عبد الله النفيسي ايضا ذكرها. فهي الشعوب اولا هو مو كلهم من السكان، بهم عراقيين صرف وبهم ايرانيين هم عراقيين ومن الجزيره وايرانيين. ثلاثه. فيخبروه ممكن مثل هسه اسقاط الجنسيه، خبروه بانه ممكن ان تفقد كويتيتك. تقول لي هسه صار الكويت ثريب، ليش كانوا يهددوه؟ يهددوه كانت الكويت في تلك الازمنه ودول الخليج من اهم منتجي اللؤلؤ، لانه كانت مياه ضحله. الى ان طلع واحد ياباني قام يزرق المحار باشياء تؤدي الى ظهور اللؤلؤ الصناعي، فانخفضت اسعار اللؤلؤ. وراها بسنين بسيطه طلع النفط، يعني ما اخذوا في مرحله جوع. بالاضافه الى ان الحياه هناك. ليش اخذت الكويت مثال؟ هم الكويت هي مثال بالحقيقه بنجاحها وبفشلها. الكويت
عندها حيز من احترام الشعب جيد مقبول. بحلقة سابقة حكيت عن قطر. يعني هم بالعادة من نحكي عن دول الخليج يقول عوف دول الخليج هذه ما تقاس، يعني السعودية هي اللي تقاس. أي. السعودية شعب مدجن طبعا. شلون؟ القبائل كانت متناحرة ولا تنتمي إلى مفهوم الدولة ولا تعترف بالدولة حتى العثمانية. وكان مدحت باشا يأخذ العراقيين ويهجم بهم على الإحساء السعوديين لأن يريدون يهاجمون، يقولون الهجوم العراقي. عمي كنا مستعمرة وهجمنا عليكم، مو يا مدحت باشا، وماتت الناس من العطش لأن ما يندلون الآبار. لما اجى الدولة السعودية الأولى كانت تعاقب يعني مع محمد عبد الوهاب كانت تعاقب بالموت أي خارج، حتى بما عرف لي الخارجي. واحد صلى أقام سني من نفس توجه محمد عبد الوهاب، يعني ما أقدر أسميه وهابي لأنه هو بحياته عايش، خلينا نسميه سلفي. خلص الصلاة صلى على النبي قتل محمد عبد الوهاب. فلما شافت هذا بمن مدعوم، وفق مستر هنفر مدعوم بريطانيا. زين. لأن أنت تحتاج إلى أموال حتى تسلط زعيم قبيلة على قبيلة. زين. وإلى حرب والعتوب والعجوم وكل هذه القبائل كل واحد منها كان. والرشيد اللي انطوت صفحتهم ونسيتهم العالم، هذه البلاد بلاد الرشيد. أقول لا هي مشايخ السعودية أقل هاي القبائل بيت سعود كلش هواي. وين اختفوا؟ يعني شمر اللي عندنا بالعراق ما يجون 10% من شمر اللي بالسعودية، شمر بكبرها اللي بالعراق. هي الإمارة إمارة شمر مولانا، وحتى عندنا تاريخ احنا الشيعي، بس هاي ما حد بحثها. السعودية هذه حجاز شمر هي طي. من لما اجى الإمام الحسين أرادوا أن يبقى معاهم، قال لهم لا، أنه أنا كتب الموت على أبناء آدم، أو خط الموت على كما خطت القلادة على جيد الفتاة، فإن الله أراد أن يراني قتيلا ويراهن سبايا. هذه مملكة حقيقية وناس أهل المنزلة هناك لو هنا قبل بعتهم ببلادهم. حائل أمراء حائل، بل بعض الهاشم اختفوا ذول اللي تحكي عنهم، ماكو قتل صفوا. بريطانيا كان يقولها الرجل المرتبط بها الملك علي ابن الشريف أنه لحقوا لي هذا الهجموا عليه، يقول ما ندخل بالأمور الداخلية. بعدين اكتشفنا أنه القضية الفلسطينية هي التي حددت أن تطلق يد آل سعود، لأنه قال إن لبريطانيا في عنقي دين بخطة موجود لا يوفى إلى يوم القيامة، ولا مانع عندي من قيام بلد لإخوتنا اليهود المساكين. عبد العزيز شو يقول؟ شلون قدر يقضي على العشائر العربية اللي بالجزيرة بشبه الجزيرة؟ ضربها بعضها أولا، ثانيا هو لديه حكمة زعيم القبيلة، هو رجل جاهل أمي، فكانوا يعترضون على التبليط مثلا بسبب أنه ما موجود عند السلف الصالح. تبليط أكو عند السلف الصالح؟ لا. كيف يتصل الرجل من الطائف إلى الدرعية في ثواني؟ لقد أخبرني من أثق به أن لهم صنم يسجدون له فيوصل لهم الرسالة. قالوا ماكو، أي واحد يستخدم اللاسلكة هذا كافر يقتل. ضربوا بيناتهم، قال لهم أنا الحين حاطكم على رأسي، والله إن حركت رأسي عاد توقعوا على رجلي. فضربهم بيناتهم وأخذ دعم بريطاني كبير. كانت الأموال تصل إليه، يقول محمد المسعري أنه كانت تأتي الأموال فيقال من أين هذه الأموال؟ يقول هاي جزية أوروبا الكافرة تنطونها، فتسكت العالم. مزيج من الغباء والجهل والمنفعة. هذه المنفعة الآن هي اللي تتصدر. يعني أنت ما تقدر تلوم شعب هو عايش حياته مرفه. بالإضافة إلى أنه نفس المسعري قال حكاية، قال لي ليش دائما رجال الدين السلفيين عميان؟ قال لي يا أخوي كان عندنا في التحية مالتنا شلونك؟ قصدك رجال الدين اللي بالسعودية؟ أي. شلونك، شلون أحوالك، شلون العيال، عسى ما جدروا. عسى ما يعني ما صابهم الجدري، يعني هذا جزء من شلونك شلون أحوالك. أي ثابتة. أي. فهاي الأمراض والعوز والمجاعة التي أصابت البلاد. أي هاي قبل طبعا. انت تسالني شلون روضهم؟ مو هسه تروضوا انتهى. انا ما راح حاله ترويضهم خلال من الدوله السعوديه الاولى الى منتصف الثانيه ظلت ايام. هذه شهدت حتى حرب قويه من جانب ابراهيم باشا ابن محمد علي باشا. ويقال ان عبد العزيز بن باز هو من عائله الباز المصريه اللي منها فاروق الباز واسامه الباز
يقال، أنا ما متأكد، زين. لأن هذول إجوا واستوطنوا البلاد، وإبراهيم باشا إجا بجيش عرمرم وقصفهم، وهم يقدرون يختفون في الوهاد والصحراء، ناس بدو. فهذا المشكلة أنه تفضل. فهذا الرعب أيضا ألجأ القبائل للقبول بعبد الرحمن والفيصل، وفيصل بن عبد الرحمن، أو عبد الرحمن الفيصل. بس الآن صار عندك متسعودة، سامع بالمصطلح؟ هذا أدى إلى أن البترول السعودي يذهب فينشئ نادي فيصل في غانا. هل سامع به؟ لا رياضي. لا. وفينشئ مساجد في ومدارس سلفية. طول عمر باكستان كانت لينة دينيا، زين، إلى أن جاء المال السعودي فطلعت دعايات أمريكية أن الباكستان تضع في خدمة السعودية واحدة من القنابل النووية، وأمريكا اللي تكلموا وشفته. زين، هذه الشعوب الآن بالمنطقة، الشعوب المتسعودة يسموها، هذا يريد يحصل أموال من السعودية بأي طريقة كانت. فانتشرت السلفية في مصر، يتملق لهم. لا هسه بالإعلام مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، حتى بالرياضة يتملقوا لهم. اكو مصريين ما يحللون كرة قدم بلادهم، يقولون ما معروف دورينا، يروحون يحللون الدوري السعودي. اي هاي المال. زين، ليش ألومه شعب أسميه مدجن وهو عايش مرفه؟ بيته وسيارته وأمواله وأولاده يروحون أحسن المدارس وكهرباء دوم زينة وشوارعه. الكبرياء يعني هو في لحظة يودوه هذا نفسه يعدموه ياخذون مرته. هو هذا الواقع السعودي الآن، كل الشعب السعودي هيك يعيش؟ لا مو كله هيك، بس الكبرياء ما متعلق بس أن تعيش بهذا. بعدين مدن الصفيح موجودة بالسعودية، شفناها على قنواتهم الرسمية. ثانيا الكبرياء ما متعلق فقط بالعلف والحظيرة الجيدة. هيك قاعد يوصلوها للناس هسه ذول مشاهير هالوقت، ان انت تاكل زين واشرب زين وسيارتك زينه وعندك كم فلس، اسكت. هو خليه يسكت، اذا كان موافقا على ذلك خليه يسكت. لكن الشعوب عبر التاريخ تعتبر ذلك انجاز لوحده. هذا اذا افترضنا انه فعلا هذه الصوره المرفهه اللي يصدروها للعالم، هذا اللي وصلنا. ما ادري. لا مولانا، هناك بطون حره في هذه البلاد. هم مو هواي يصدرون 9 مليون برميل، هم كلهم 20 مليون ما بيهم 18 مليون. زين، هذول يروحون للحج، ليش يشوفون واحد انبسط بسلع امهات ريال؟ هذا شنو استفدت من نظاره ام 3 ريال شايفها بالسعوديه؟ لا. وشال ريال وكذا. لو كانت هناك ظاهره اقتصاديه هذا ما راح يستنفع من هذه القضيه. هذا سعودي لو مهاجر؟ طبعا سعودي واقف بالبيك اب بيعتمر ب3 ريال، ايش قد يبيع يوميا؟ 100؟ ما ممكن. هذه الصوره وهميه، مثل صوره امريكا التي بلاد الفرص وهي بها ملايين المشردين. هم انا سامعها من الناس يشتغلون بامريكا بمستويات، يعني يقول هم 300 مليون امريكا 100 مليون يشتغلون والبقيه على المعونات. اي بس الصوره التي تصدر بلاد الفرص، اي فرص؟ فرص المشردين. زين، هسه هذه السعوديه والله 18 مليون ومليونين كيلومتر مربع كبيره ما يقدرون يحققون رفاهيه. بقيه دول الخليج او كانتونات الخليج مولانا، الناس في هذه المنطقة ما تدعي أن أعز شيء عندها دينها؟ هم هجومهم على العراقيين من وراء الدين. يسمونا احنا الآن تباع الأصنام علنا في هذه البلدان، مو تماثيل، أصنام لشيفا. وين؟ في البحرين وفي الإمارات. ليش؟ هو هذا الذي قرأته لك من قبل حلقات، من أنه هذه الناس سوف تعود القهقرة إلى عبادة الله. لا هسه شلون صنعوها هذه؟ أولا المنطقة هذه ما معروف بها خروج على سلطان. 1400 سنة من وجوب طاعة السلطان، ومن لم يره أمير المؤمنين فهو كافر. هذا مو يوم ويومين، 1400 سنة من التدجين. احنا ليش ما نروح إلى الخلف ونشوف أن هناك قضية، وهو أن رجلا اسمه الحجاج دخل على امرأته وجدها تحمم ابنتها وتقول: وما هند إلا مهرة عربية سليلة أنجاب تخيلها نغل، فإن أنجبت نغلا فلله درها، وإن أنجبت بغلا فجاء به النغل. فقال لها: أشتم في داري؟ قالت: لا حبا ولا كرما، لأن أبوها النعمان بن بشير قوية والي لبني أمية. قالها: أنت طالق. فبعث عليها هشام بن الحكم من قبل أن يلي السلطة التي يسمونها خلافة، فبعث إليها هشام يطلبها للزواج من قبل أن قبل لا يصير خليفة، قبل أن يكون كذا سلطانا يسمونه خليفة. قالت: لقد ولغني الكلب.
قال سمعت أن الكلب إذا ولغ إناء يغسل 7. هاي عدهم يعني يغسل 7. قالت لكن لي عليك شرط أن يزفني الحجاج. تريد ذله. فزفها الحجاج فألقت دينارا. قالت يا جمال أعطني الدرهم. قال هذا دينار. قالت بل درهم. فلما أعطته إياه نظرت إليه قالت الحمد لله الذي جعل درهمنا دينارا. زف مرته السابقة طليقته مجبور يزفها. هذا جزء من سياسة التجدين. هذا التدجين اللي عندي عشرات الأمثال له، مئات الأمثال له. والله فد مثال حلو الأخ مثل هذا مثلا. امرأة الوليد التي يتغنون بها والتي سرقوا حتى لقبها أم البنين، وهي بنت عبد العزيز بن مروان أخت عمر بن عبد العزيز. كانت عاشقة وهي في القصر لشاعر اسمه وضاح اليمن، فدخل عليها الوليد ذات مرة، سمعت بأنه دخل إلى بهوها فقالت لهذا العشيق ادخل إلى الصندوق، فدخل فأغلقت عليه. قال لها ماذا في داخل هذا الصندوق؟ قالت ثياب. قالت انقلوه إلى بهونا، فحفر له ودفنه وستر ابنة عمه التي أنجبت له يزيد بن الوليد. درى هو طبعا. أما أم هارون فكانت شابة، لا حد هارون عبالهم شايب. هارون مات عمره 44 سنة. أول وصوله إلى السلطة كان عمره 18 سنة. قبلها ب4 سنين أخوه الهادي قال لهم الخيزران لا تدخلين عليك الرجال. قالت له أنا حر غصبا عليك داخل. وراح إلى قادة الجيش وكذا قال لهم أنا رايح لأمهاتكم، ليش تطبون عليهم؟ ليش تدخلون على الخيزران؟ ما نفع. حطت له السم في الخوخ يعني بالخيط وخيطته وأكل ومات. زين. فهذه هي عملية المشكلة من ترجع لي للتاريخ يعني يصيبني يأس من حل هذا التدجين اللي موجود على هذه الشؤون. لا احنا الآن عبر التاريخ لم يحدث هذه النقمة من الذين أسسوا أساس الظلم والجور. صح قليلين، 1 بال10,000، لكنهم موجودون. أما تاريخيا رجال دين كلهم اجاهم أباغا السلطان الأسلم، قال هذا أسلم ابن غازان، ما أدري هو غازان مو بالي هسه يجوز ناس، ابن هولاكو أراد مرتبوه فقالوا له ما يجوز. قال أرجع إلى البوذية. قال لا 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 يجوز، أبوك مزوجها بالكفر. عمه مو مزوجها، إذا زاني بيها ما يجوز، مو مزوجها بالكفر. هاي تذكرت وحدة من كانوا بوحدة من الصحاح أنه يجوز الواحد يتزوج بنته من الزنا. أي لدى الشافعي، أنه هو إذا زنى بوحدة، الشافعي يقول هذه ليست ابنته. إذا زنى بوحدة فأنجب ابنة فهذه شرعا ليست ابنته وله أن يتزوج منها. موجود باليوتيوب واحد مصري يلقيها يقول ما هي لا بنت ولا بتاع، يبررها. فهذه 1400 سنة من هذا، الآن تم كشفها. لأن أنت تتصور مو هسه ذولا ومنهم عراقيين من يحكي لنا عن ذولا يصدرهم إلنا كنماذج رائعة جدا. لا هذا بدأ يتراجع. موجودين هسه بنطلع أذكر لك فد 10 أسماء من البعثية اللي قاعد من الصبح لليل، السعودية وانتم حيروا باللطم بالعراق وطبخوا تما وقيمة. طبعا ليش السعودية ماذا أنجزت صناعيا؟ ما أدري. وهو المشكلة العراق عنده إنجاز ما يقارن بالسعودية. العراق عنده اكتفاء ذاتي. هسه تقول السعودية ما عندها إمكانيات زراعية، صح. لا مو صحيح. السعودية بيها آبار فوار، العراق ما بيه. أكو بئر فوار في تبوك يعادل نهر كامل، لكن كله للعوائل المتنفذة المالكة وما بعد المالكة. تماما مثل ما كان عدي هي المنطقة الشرقية اللي معظمها زراعية، يمكن بقد العراق مرتين مساحتها. لا بقد العراق الشرقية. فهم عندهم امكانات زراعية، يعني مو كلها صحراء. لا هذا تصور الناس. اما عندهم اماكن يا ريت احنا نسكنها، مثلا من ناحية درجة الحرارة. هل تعلم ان ابها ما توصل الى 40؟ ابها وخمس مشيط ما توصل الى 40. ابرد من العراق. ما توصل الى 40 ابدا حتى في عز الصيف. بس الناس ماخذه فكره مثل ما الفكره عن السودان انه مجاعه. السودان يعاني الشعب السوداني من عمليه دفن موتى، انهم مع النصف متر الاول يطلع الماء
اي ارض زراعيه مرعبه. وبلاد الشام ما بها. يعني مثلا جاهم هسه واحد يحكي على الطامه، واسرائيل ماخذه منه 3 محافظات وعلى بعد 20 كيلو من قصره. هذا عبر التاريخ هكذا، عبر التاريخ. هذا حدث مع هجومهم على علي بن ابي طالب سلام الله عليه. طبعا هذا كلامي مو مدحا باللي قبله، انا دا اوصف الحاله الحاليه بس. لا نحن في قطيعه مع الظالمين. زين. فاهل الشام كانوا يتفخرون بجهلهم عبر التاريخ، فمعاويه يرسل على رجل بعثه امير المؤمنين اليهم، واحد الكتاب يقولون لعله اعد له ذلك، ان جاء برجل لا يعرف الناقه من الجمال، فقال له على جمله هذه ناقتي، تعال الى معاويه. يقول ماكو واحد بالطريق يقول تعال معاويه، هذا هو اعد حتى يقول له جمعت بهائم. وهو يقول عن اهل العراق لقد افسدكم ابن ابي طالب. شلون؟ على السلطان، ما خلاكم بطاعه السلطان، ما خلاكم تطيعون السلطان. ما تدري عندي واحده قرايبي، قرايبي كلش، يعني من طائفتنا، ناقم على الامام علي لان ما خلى العراقيين يطيعون السلطان، كان هسه احنا مستقرين مثل الدول اللي يطيعون السلطان. لا، طاعه السلطان بالحدود الشرعيه هي متوقفه عليك، بس الطاعه اللي يريدها معاويه هي اخراجك كانسان، كإنسان لا تبقى انسانا. الطاعه الحدود الشرعيه لابد ان انت تبادر لها. وبالمناسبه علي بن ابي طالب عنده حدود وعنده حروب وعنده كل شيء عنده. شنو علي بن ابي طالب لم يكن مترهبا، لكن الطاعه اللي يريدها معاويه ان لا تكون انسانا. الاذلال اللي مارس على اهل الشام الى الان باقي في نفوسهم. هو اريد اعرف بالحلقه الجايه الى الان شلون. انا اقول لك لان بالحلقه الجايه ان شاء الله، لانه ما ادري يعني بمجرد ما تغير النظام في دمشق قمنا نسمع راي من السوريين. انا كنت احبهم لا. ولا زلت يعني انا افخر بانني قمت اسمع. لا يعني كانوا يمنا وعايشين يمنا سنين لا نشوفهم. يعني خب معظم المناطق المطاعم اللي انا ببغداد معظم العاملين بها سوريين، فعشرتهم حلوه شفتها. اللكنه تغيرت كلش. شباب ايش بيكم انتم بعدكم هنا تاكلون وتشربون ويانا؟ مو الكل طبعا، الكلام هذا ما ينجر على الكل. فرد اعرف هذا التدجين صار بصراحه صابنا بعض الخوف من التعامل مع بعض. هذا انا ارجعه حتى الى ما قبل الاسلام. راح نجي. روما كانت ايضا تدجنهم. عجيب. نرجع له بالحلقه الجايه. الاستاذ بالحوزه العلميه سماحه الشيخ فرحان الساعدي، شكرا جزيلا لك. حياك الله، مرحبا. وانتم احبتي المشاهدين، وصلنا الى ختام هذه الحلقه من كتاب مسموع وصناعه القوى الناعمه، اللي جزء منها هو شلون دجنت هذه الشعوب. يعني هذه الرؤيه العكسيه المقابله لصناعه القوى الناعمه، نكملها مع كيف دجن الشاميون حتى يضوجون شوي، لان هواي مضوجين بالتواصل الاجتماعي، ولكن بالحلقه المقبله ان شاء الله. دمتم في رعايه الله.